الفايدة نزلت والسوق هيبقى بيلعب ويتحرك والحياة هتبقى جميلة، مش كده؟ نزول الفايدة اللي نزلت هي مجرد 0.25%، 25 نقطة أساس، مش رقم كبير. هيبدأ يعمل شوية حركة بسيطة في السوق، الحركة ديت مش هتبقى لكل الناس. القصة ديت ممكن تدي دفعة شوية للعقارات، وتدي دفعة طبعا للشركات اللي بتتعامل بالتسهيلات البنكية. طبعا ديت شركات كتيرة جدا، أغلب الشركات إذا مش كلهم بيتعاملوا بالتسهيلات البنكية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهتدي فرص اكتر يبقى في توظيف تاني، وتبدا يبقى في حركه شويه في السوق. الحركه ديت لان في ناس هتتوظف، هتاخد مرتبات، فهتنزل تشتري، فتبدا الدنيا تتحرك شويه، لكن مش هتبقى وردي. لسه الموضوع طويل، ولسه احنا مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي في التضخم. التضخم مشكله كبيره، والجمارك لسه ازمه كبيره موجوده في امريكا. ايه اللي هيحصل فيها؟ خلينا نتابع، ولكن شاركونا برايكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.